تصريح تريزيجيه بعد الخسارة أمام بالميراس ورد فعل الأهلي أمام بورتو في المباراة المقبلة. أكد محمود تريزيجيه لاعب النادي الأهلي أن الفريق سيقدم رد فعل قوي في المباراة القادمة ضد بورتو البرتغالي بمنافسات كأس العالم للأندية. وقال تريزيجيه في تصريحات لموقع فيفا: بالطبع لسنا سعداء بخسارتنا أمام بالميراس، لكن لدينا مباراة أخرى ونأمل أن نفوز ونتأهل. وأضاف تريزيجيه: سيكون الفريق بأكمله أفضل في المباراة القادمة بالتأكيد، لأننا جئنا هنا لتحقيق شيء ما، وإن شاء الله سنقاتل من أجل التأهل في المباراة القادمة. وتابع تريزيجيه: الفريق بالفعل سيقدم رد فعل قوي في المباراة القادمة ضد بورتو البرتغالي، لم يكن يومنا في لقاء بالميراس. بورتو فريق كبير وقوي، ونحن أيضا فريق كبير ونحن أقوياء وسنقاتل من أجل التأهل. ويلتقي الأهلي مع بورتو في الجولة الثالثة في مواجهة دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، وذلك فجر الثلاثاء. وكان الأهلي قد خسر أمام بالميراس البرازيلي في لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم للأندية بنتيجة 2-0، وتعادل في مباراة الجولة الأولى مع انتر ميامي الأمريكي 0-0. ويتواجد الأهلي في المركز الأخير والرابع بنقطة واحدة في دور المجموعات في كأس العالم للأندية. ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.